جينا لفيديو أبناء الفنانين الجزء التاني. كنا قايلين من رمضان إن احنا هنعمل جزء تاني لأبناء الفنانين اللي شاركوا في أعمال رمضانية، ولو انت ما شفتش الجزء الأول ابقى ادخل اتفرج عليه بعد ما تشوف الفيديو ده. وأول واحد معانا من أبناء العاملين أو أبناء الفنانين هو محمود ياسين، ابن عمرو محمود ياسين، وهو تقريبا محمود ياسين الحفيد، شارك في كل الأعمال اللي كتبها والده، فهو والده مؤلف عمل مسلسلات كتير. ومحمود ياسين بالنسبة لك مش هتحس ان هو سامج او مستفز، بس انا اللي بيضايقني منه ان هو اعماله كلها متكررة بنفس الطريقة بنفس الشكل. يعني حتى السنة دي كان طالع توكسيك وده دور مختلف مع ياسمين عبد العزيز، بس اغلب المشاهد برضه انا حاسس هي نفس طريقته في بقية المسلسلات اللي قبل كده. ممكن كانت طريقته متغيرة شوية ان في المسلسل بتاع احمد العوضي ان هو كان طالع اخوه وفي حتة شعبية وكده، لكن انا حاسس ان هو الاداء هو خد ثقة جامدة مع الوقت، ابتدى تحس ان هو بيمثل بثقة اكتر. ولكن لحد دلوقتي انا حاسس ان هو الاعمال بتاعته مش مختلفة، حتى شكله ما بيغيرش فيه قوي، هو شكله هو ثابت، هو حاسس كده هو وسيم، فمش هينزل بالكاريزما ومثلا ويغير في شكله او يوحش شكله على حسب الدور والكلام ده كله. زائد ان انا حاسس ان هو هيستمر هيبقى مثلا خليفة آسر ياسين في التمثيل بالكاريزما، ان هو حاسس ان هو كاريزما، فهتلاقي الادوار بتاعته كلها شبه بعض وهادية، مش هتلاقي فيه حاجات مختلفة زي ما قلنا في الاول. ولكن ده عادي ممكن يتغير مع الوقت طالما هو مش مستفز للناس. لكن انا اللي كان مضايقني عمرو محمود ياسين والده لما كان طلع في لقاء قبل كده كان بيقولوا انت بالواسطه خليت ابنك يشتغل وبتاع، فقال لهم لا والله انا ما اتدخلتش، انا بس هو كان رايح لمخرج فانا كلمت المخرج ده، قلت له لو انت شايف ابني كويس شغله، مش شايف ابني كويس ما تشغلوش، ما انت كده يعتبر موصي عليه. فهو بيتعامل كده كأن انا مش واسطه. يعني هو لو قال انا دعمته وده ابني وفاهم زي كلنا، مثلا لو انت ممثل وابنك عايز يمثل ما انت هتزقه بالواسطه وخلاص، الفن فلوسه كتيره برضه. لكن هو ما يجيش يقول لك لا والله اصل انا قلت له لو ينفع خليه يمثل، ما ينفعش ما تخلوش يمثل. هو ده كان اكتر حاجه يعني حسيت العبث اللي انت بتقوله ده، ما تقعد ساكت وخلاص. تاني حد معانا وهي اخت هنا الزاهد، فرح الزاهد، وهي هنا الزاهد زقت فرح الزاهد اختها في التمثيل، اللي هنا الزاهد كان زيها احمد فهمي جوزها في التمثيل. فانت متخيل انت بس عايز واحد من جوه الوسط يبتدي يشغل لك العيله كلها. وهنا الزاهد بصراحه حاولت مع اخواتها الاتنين البنات، واحده طلعت معاها في اعلانين وواحده طلعت معاها في مسلسلين او مسلسل وفيلم. وطريقه فرح الزاهد هي طريقه هنا الزاهد بالظبط. في ناس بتقول بتقلدها بس انا شايف هم عشان اخوات فهي الطريقه شبه بعض، ان هم هتلاقيهم بيضحكوا بنفس الطريقه وبيهزروا بنفس الطريقه اللي هي دمها تقيل برضه. كانت بداية فرح الزاهد في دور كبير شوية، كان مسلسل الطاووس بطولة سهر الصايغ اللي اتعمل من 3 سنين. بعد كده بقى دخلت، كان في مسلسل تقريبا كان اسمه سوشيال ميديا او حاجة كده، كان بطولة احمد زاهر طلعت معاه وعملت حاجات صغيرة، في عملت حاجات كوميدي اللي هي كانت مع بيومي فؤاد والحاجات دي، وعملت حاجات دراما. انا شايف الاتنين بصراحة هي سيئة جدا فيهم. يعني ممكن حد يمشي في الكوميديا عن الدراما، حد يمشي في الدراما عن الكوميديا، دي تيسر لها الاتنين وما في يعني خلاص هي ما فيش فايده. وحتى برضو السنه دي عملها ابتدت تقل شويه، او هي اتزقت في سنتين عملت اعمال كتير بعد كده ريحت. وعملت برضو فيلم كان عصابة عظيمة بتاع إسعاد يونس، كان فيلم برضو الكوميديا بتاعته من أوحش ما يمكن، حاجة من ريحة السبكي، وما كانش إنتاج السبكي بس أنت هتشم ريحة السبكي وأنت بتتفرج على الفيلم. نيجي للشخصية التالتة معانا وهو نور خالد النبوي. ونور النبوي الممثل الوحيد اللي هو من عمل عملين كان في ما بينه وما بين الناس قبول، الناس ما كانتش متضايقة منه قوي، ولكن أنا فرحان أو مبسوط إن هو كان عنده خطة غير والده خالص. يعني أنا حاسس إن هو بيبتدي يختار الأعمال بتاعته احسن من خالد النبوي نفسه، ان هو عارف ايه الفئه اللي هو بيستهدفها، فئه الشباب، فبيعمل افكار قريبه منهم. يعني عمل مسلسل 6 شهور كان مسلسل كوميدي وكان مسلسل موجه للشباب والشغل بتاع الشباب ومشاكلهم، بس الحاجه اللي نجحت انا شايف المسلسل ده ان المسلسل فيه، ودي هتبقى مفاجاه، كل اللي بيعملوا ادوار الشباب هم شباب. يعني بجد هتلاقي كل الممثلين رينج ال 25 سنه، ممكن اقل اعلى حاجه كده، عشان الافلام والاعمال بتاعت الشباب بيجي فيها ناس 35 سنه و37 سنه ما بيحبوش يعملوا الفئه بتاعتهم فبينزلوا 10 سنين. لكن دي انت هتحس ان في شخصيات من المسلسل قريبه منك، او في مواقف حصلت لهم حصلت لك مع ان المسلسل كوميدي. فانا حاسس ان هو ده ابتدى يعمل حاجات كويسه. وعمل كمان فيلم الحريفه الجزء الاول والجزء الثاني، بس الجزء الثاني ابتدى يستظرفوا على الجزء الاول، ان هو الجزء الاول كان تجربه، كان انتاج طارق الجنايني، نجح وكسر الدنيا، جاب ايرادات تقريبا وقتها فوق ال 50 مليون جنيه. فعملوا الجزء الثاني كل واحد داخل حاسس بنفسه قوي. يعني اللي كان قايم بدور ششتاوي حاسس ان هو الناس بيقولوا عليه وسيم وبتاع، فابتدى يبيع ان هو وسيم، وكل مشهد يجي هتلاقيه فاتح لك بقه كده ومهنج.
كزبرة ابتدى يستظرف زيادة عن اللزوم، لكن هتلاقي في الأغلب أو السائد إن هو الاستظراف زاد عن الجزء الأول بكتير. ولكن هيفضل بالنسبة لي نور النبوي في أبناء الفنانين الدفعة الجديدة أو الممثلين اللي هم ابتدوا يمثلوا آخر 3-4 سنين من أبناء الفنانين، هو اللي عنده فكر وقادر يعمل مثلا يكلم ناس ويجيب قصص مختلفة ويجيب شباب معاه، إن هو تحس إن هو عارف عايز يعمل إيه. لكن أبناء الفنانين التانيين هم عايزين يخشوا عشان الفن فلوسه حلوة، فكل ممثل عايز ابنه يمثل زيه، بحيث إن هو هيعمل له عمل واحد في السنة، عملين هياخد فيهم 1-2 مليون جنيه ويريح دماغه، بقية السنة يسافر ويهيص وخلاص. والشخصية الرابعة معانا هي داليا شوقي، أخت بسنت شوقي مرات محمد فراج. فهو ده برضه زي كده فرح الزاهد وهنا الزاهد وأحمد فهمي. فهتلاقي محمد فراج اتجوز بسنت شوقي اللي هي كانت بتعمل ادوار صغيره، بعد كده ابتدت تعمل ادوار كبيره. وانا بصراحه بشوف داليا شوقي وبسنت شوقي الاتنين مع بعض ولا قبول ولا كاريزما ولا خفه دم ولا اعمال كويسه، الاربعه مع بعضيهم والاتنين يعني انا حاسس ان الاتنين برضو ادائهم زي بعض. داليا شوقي عملت مسلسل سفاح الجيزه، كانت الناس مسكوها على السوشيال ميديا بسبب مشهدين 3 هروها تريقه. وعملت مسلسل تاني وما بيننا ميعاد بطولة شيرين رضا، والمسلسل ده انا اتفرجت عليه، والمسلسل سمك برضو، الشباب اللي فيه بيستظرفوا زيادة عن اللزوم. فالاعمال بتاعتها اغلبها في الدراما ومعلمتش مع الناس برضو، الناس اللي بتهاجمها اكتر من الناس اللي بتحبها. والشخصية الخامسة معانا هو يوسف عمر ابن الفنانة لبنى ونس، وده شارك في كذا حاجة الفترة الاخيرة. عمل مسلسل شباب امرأة مع غادة عبد الرازق، وكان عامل دور فلاح او حد جاي من بلد في الفلاحين نزل القاهرة وبتاع، وكان عامل الدور وحش او مش وحش، هو مش عامل دور فلاح، وهتلاقيه كلمتين فلاحي على كلمتين كهراوي على كلمتين صعيدي، ما تفهمش اللغة اللي بيتكلمها هي لغة ايه يعني. تقريبا ما جابلهوش اصلا مصحح لغوي يصحح له اللغة ب1.5 جنيه، فاهمني؟ ان هتلاقي مش ملهوش مشهد كامل بيتكلم فيه اللغة سليمة يعني، هو ولا بيتكلم كهراوي او بيتكلم عادي ولا بيتكلم فلاحي طول المشاهد، وكلمه من هنا على كلمه من هنا. وشارك برضه في فيلم الحريفه بتاع نور النبوي في الجزء الاول، وظهر في الجزء الثاني بس كان ضيف شرف، كان عامل الدور اللي هو الشخصيه السامجه كويس. ويوسف عمر هتلاقي لي حاجات وحاجات يعني، برضه هو بادئ ما عملش ادوار كبيره قوي، فانا بحكم ان هو لما الممثل يتزق في حاجات كتيره قوي يبقى دوره كبير شويه. الفنانين اللي احنا اتكلمنا عليهم دول اتزقوا في حاجات كتيره وكان دورهم كبير وعملوا حاجات وحشه، فيوسف عمر ما تزقش في حاجه مساحتها كبيره قوي غير شباب امرأة، وزي ما قلنا اللغه بتاعته بايظه. والمسلسل كان عادي، المسلسل ما كانش قوي ولا مسلسل كان وحش، هو مسلسل كان عادي. وعلى فكره وهي قصه الواسطه دي مش هي مثلا الفنان بيكلم مخرج عشان يشغل ابنه، لا هي مثلا بتبقى كلام ودي، بيعرفوا الاخبار ان مثلا المخرج ده عامل كاستنج في المكان الفلاني، فابناء الفنانين دول هم من اوائل الناس اللي بتروح، فلما بيتذكر اسم والدهم او بتاع فبتديهم حافز شويه حتى لو اهاليهم ما بيمثلوش يعني. في ناس اهاليهم ما بتمثلش بس عشان معارف ومش عارف ايه، فيقول لك ان احنا اسره مع بعضينا وخلاص. ونيجي للشخصيه اللي بعد كده وهي ليلى احمد زاهر، واتكلمنا على اختها الجزء الاول. وليلى احمد زاهر ما عملتش حاجه غير كوميدي من ساعه ما هي كان عندها 5 سنين و6 سنين، وكانت عامله اعمال مكسره بقى الدنيا لحد لما كبرت، وكانت عامله مسلسل في بيتنا روبوت، حاجه استغفر الله العظيم في الكوميديا يعني، حاجه سيئه للغايه. ودايما هتلاقيها بتأفور ببقها افوار غريبه، حتى المسلسل اللي كانت عاملاه مع سلمى ابو ضيف هتحس انها بتعمل ليبسنج للفيديوهات، بتأفور قوي في الرياكشنات، افورت حد بيعمل فيديو على التيك توك بيحرك بقه على الكلام، تحس ان الكلام مش خارج منها. وعايز اتكلم بصراحه على ناس مفتريه قعدوا يتكلموا على الفرح بتاعها، وقعدوا يقولوا ان ليلى بتمثل في الفرح بتاعها العياط، وابوها نفس الكلام. طب بالعقل كده يا جدعان، ليلى زاهر واحمد زاهر بيعرفوا يمثلوا في الافلام والمسلسلات عشان يمثلوا على الناس في الحقيقه، ما تبطلوا افتراء وظلم للناس، ان الناس دي اصلا ما بتعرفش تمثل في الافلام والمسلسلات، هتمثل هيمثل في فرح بنته يعني، اعقلوا الجمله اللي انتوا بتقولوها. فهنرجع بقى لموضوعنا، وليلى زاهر بالنسبه لي هي الكوميديا بتاعتها صعب قوي ان هي ممثله ضعيفه. انا قلت قبل كده ممكن اتقبل اختها ملك زاهر عنها، لكن ليلى زاهر هي واخده الاداء بتاعها ان هي الاستظراف، وهي طفله كانت الناس هي كانت محبوبه، فلما كبرت ماشيه بالنهج ده بس مخيشه، فهي ليها جمهور من الفئه برضو العمريه الصغيره وكده، لكن انا بالنسبه لي ما اقدرش اتفرج لها على العمل يعني. ونيجي للشخصيه اللي قبل الاخيره معانا هو احمد خالد صالح. واحمد خالد صالح من الناس المظلومه شويه ان هي ما خدتش فرصتها قوي، لكن انا بشوفه ممثل جامد بصراحه، زي هو مش هيوصل لوالده بس، لكن هو مع الوقت لما بيبتدي ياخد ادوار كبيره
هيبتدي يعلم مع الناس اكتر. لكن لحد الان هو بياخد ادوار صغيره تحس ان هي متداريه قوي، مش مرسومه له الرسمه حلوه، فعشان كده مش هتلاقيه معلم مع الناس في حاجات كتير، ممكن هتفتكر له حاجتين ثلاثه بس وتنسى له بقيه الاعمال. لكن هو بالنسبه لي ممثل جامد، ولكن انا حاسس ان هو من شخصيته ما ينفعش يبقى بطل مطلق. يعني هو مش هيوصل لمرحله ان هو يعمل، مش عارف ليه، انا حاسس ممكن بعد كده يعمل حاجات وتبقى كويسه، لكن انا حاسس ان هو هيبقى الدور التاني، الدور المساند للبطل. لكن ان هو يقوم بعمل لوحده انا حاسس ان هي هتبقى صعب. ممكن تحصل ويبقى العمل كويس على فكره، بس انا من رؤيتي ليه ان هو العمل هيبقى صعب ان هو يعمل حاجه بطوله مطلقه بعد كده. زي فنانين كتير على فكره جامدين بس صعب يعملوا حاجات بطوله مطلقه، زي فتحي عبد الوهاب، احمد عيد بيعمل افكار كويسه بس هو في الدور التاني افضل. هتلاقي على فكره نجوم كتير قوي انت بتحبهم يمشوا دور تاني لكن ما يمشوش بطوله مطلقه. ونيجي بقى لاخر واحد من ابناء الفنانين معانا وهو عمر محمد رياض، ابن الفنان محمد رياض. وده بصراحه انا شفت له 3 4 مشاهد من مسلسل قلع الحجر، انا حاسس ان هو والده. يعني ده انا مش مقتنع ان ده ابن محمد رياض، هو نفس الشكل نفس الطريقه، نفس طريقه الكلام نفس نبره الصوت. فانا حاسس ان هما نسختين متطابقتين، ومحمد رياض جايبه برضو في العمل بتاعه. وهتلاقي كل فنان هيجيب ابنه في المسلسل بتاعه يقول لك والله دي كانت رؤيه مخرج ومش انا اللي زقه. فهو كل ممثل هيجيب ابنه في العمل بتاعه خلاص. فانت ما تقعدوش يعني ايه تحزقوا في القصه، قول انا بدعم ابني وعايز اشغله خلاص، ما توجعوش دماغنا ان احنا عارفين اللي فيها يعني. وفي برضو ابنة فنانه كنت عايز اتكلم عليها بس ما شفتلهاش ولا مشهد بصراحه فمش هتكلم عليها، اللي هي مريم اشرف زكي بنت النقيب اشرف زكي والفنانه روجينا. دي قالوا ان هي اشتركت في عملين مع مامتها روجينا في اخر مسلسلين ليها. حاولت ادور على المشهد بتاعها على اليوتيوب ما لقيتش، يعني ما لقيتلهاش مشهد واحد على اليوتيوب، لقيت لها لقاءات بتتكلم فيها على دورها، لكن دورها الحقيقي اللي بجد اللي في المسلسلات انا ما شفتهوش نهائي، فمش هقدر احكم عليها بصراحه. كان نفسي اتفرج على مشهد واطلع اقول ممثله وحشه، بس ما لقيتلهاش ولا مشهد بصراحه. بس مش هيبقى ظلم لو ممثله كويسه هقول. يعني احمد خالد صالح ونور خالد النبوي ومحمود ياسين حفيد الفنان محمود ياسين، قلت عليهم مع الوقت هيبقوا كويسين وفي عم بيعملوا اعمال كويسه دلوقتي، فانا ما بفتريش على حد. وبس كده اكون خلصت كل اللي عندي. لو انت ما اتفرجتش على الفيديو الجزء الاول هتلاقيه ظهر لك جنبي على اليمين او على الشمال، تقدر تدوس عليه وتتفرج عليه دلوقتي. ولو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك في القناه.